حلقه تحليل سريعه بعد الرياكشن رد الفعل، خشوا شوفوه اسطوري. شيكابالا جاب الدم بس حته الدم، انا بقي نزف دم في الكوره. شيكابالا بطل كاس مصر وجابه للزمالك. معانا 3 زملكاويه وواحد اهلاوي. رايك في المباراه سريعا؟ كتقييمات اللعيبه ولا ايه؟ لا تقييمات هنخش في الاخر. رايك في المباراه؟ ايمن رمادي الزمالك لعب سيء 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 سيء، ما فيش غير الشوط الثاني بس، الشوط الثاني بس، ولا حتى الاكسترا تايم ولا حتى الشوط الاول. هو الشوط الثاني بس كان عامل كويس، ومن بعد الجون حتى احنا ما هاجمناش تاني، احنا فضلنا ثابتين بس، وفضلنا نمشي الكرة مع بعض بس. طب رايك يا اكرم في اداره ايمن الرمادي كبدايه المباراه؟ لا، تشكيل غلط، اعتماد على عناصر مش مؤهله لا نفسيا ولا بدنيا. اديك شفت شلبي كل حاجه بيعملها في الملعب غلط، من اول اللعب لحد البينالتي الزفت اللي شايطه. فتوح يعني كان شويه وشويه، ما تقدرش تلوم الرمادي عليه قوي، لان كلنا شفنا مستوى بنتاج لما نزل. تشكيله المباراه كم من 10 كايمن رمادي؟ 7. تحضيره للمباراه؟ لا مفيش، صفر. مفيش اي تحضير خالص. الشوط الاولاني انت ما عملتش كوره، الشوط الثاني يا دوبك انت ال5 دقايق اللي مسكت فيهم الكوره، كل مره تضغط على بيراميدز تلاقي بيراميدز بيتكعبلوا في بعض وبيتلخبطوا، مفيش توجيهات، مفيش اي حاجه. لا، امين الرمادي سيء طبعا، الحمد لله ان هو ماشي. عثمان كاهلاوي شايف مين اللي كسب او ليه الزمالك كسب النهارده؟ بص معاك المايك بقى. عيش. هو الشوط الاول ده كان بتاع بيراميدز، انتوا ما جيتوش. بيراميدز هي اللي كانت ضغط عليكم، بيراميدز كانت عامله كل حاجه طول الماتش، ما كانش فيه خالص غير استحواذ منكم عند منطقه الدفاع بتاعكم. الشوط الثاني اختلف، بيراميدز ابتدت ان هي البدني بتاعها ينزل، ابتدى الزمالك ان هو يبتدي ينقل الملعب شويه، ابتدى بيراميدز كمان خلاص بدني خلاص وقع خالص، ومخلصهم من الماتش مش عايزينه. واضحه الزمالك لما جاب الاول كان المفروض على طول في نفس الشوط على طول يجيب على طول الثاني، يخطف على طول، يبقى الماتش يخلص 2-1. في الاكسترا تايم ما كانش فيه اي شكل للفرقتين لحد طبعا في ضربات الجزاء، بس طبعا كتحضيرات الماتش لا طبعا ما فيش. فرقه الزمالك سيئه 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 سيئه. انا عايز اقول حاجه عشان تعرفوا ان ايمن رمادي فيه خلل. الزمالك بعد لما جاب التعادل كان فاضل 25 دقيقه والماتش يخلص، وقت بدل 10 دقايق وقت بدل ضايع وبقيه الماتش، والشريف اكرامي نزل، علي جبر نزل، احمد توفيق نزل، طلع كل الجامدين، تضغط وتروح لاعاده الدافع. كده ايمن الرمادي فيه خلل. هنحلل بالتفصيل بس دي حلقه بكره. دلوقتي هنخش تقييمات كل لعيب. علي الشناوي كم من شناوي لا مؤاخذه، صبحي كم من 10؟ صبحي ما اختبرش غير في كم من 10 بعد اذنك؟ 5. 5. انا هديله 6.5. 7. اهلاوي 6 عشان التصدي بتاع مصطفى فتحي ولنا في النص بس. حلو. ابتدي انا بالونش 10 من 10. 20 100. لا، احسن واحد النهارده بالنسبه لي 10. ناصر منسي ولا هو؟ لا، هو النهارده. هو ونش نجم المباراه بلا منازع يعني. حسام عبد المجيد 5. 5. 8. على فكره انا رايح مع ده. بعد لما جه فينا الجون حسام عبد المجيد كان ذكي فشخ عشان ضربه الجزاء. ماشي انا معاك ان هو ياخد 8، بس انا بتكلم دلوقتي كدفاعيا في الماتش ياخد كام؟ 5 كدفاعيا في الماتش. صح. انا بقول 6. طب هقول لك على حاجه، الجون الاول دخل فيكم ده بسبب مين؟ الجون الاول حسام هيبقى 5. الشباب دي بتفكر صح. بعد كده عندنا فتوح. لا فتوح ماشي. فتوح لا فتوح ياخد 4 من 10. 3. لا 6. انا عشان الرجوله واسترجل الست 7 من 10، بس فنيا عايزين نزيد شويه يا توحه. علي بعد كده عمر جابر 7. 7. لا انا بكره عمر جابر، انا عن نفسي انا بكرهه. كان في كذا تاكلينج، مع ان في ميس باص كتير قوي. يبقى 5. انا 5. بس كان في تاكلينج مهم قوي، لتفاصيل صغيره للانفرادات كده، فلا اعترضت بيراميدز. انا هديله 4 من 10 عشان جبنه ده كان رايح كوره. انا بقى بعد كده يطلع قدام دونجا 0. لا يقيم. 0. استاذ رؤوف خليفي انت قلت ديناميكيه ودونجا عالمي، طلع بين الشوطين وعمل 2 ميس باص. خش بعد كده اكرم على شحاته 6. مش احسن حاجه بس يعني برضو يعني تعتمد عليه بصراحه. 5. شحاته الشوط الاول كان 0، الشوط الثاني ممكن اديله 5. يعني توتال 3 4. شحاته فك البلوك ملوش لازمه. انا ما عملتش حاجه ومش هقيمك عشان ما تزعلش. بلانتي حلو قوي، بلانتي حطها حلو قوي. مش هقيمه عشان ما يزعلش. عبد الله 5. انا هديله 6 عشان الشوط الاول. 4. 7 من 10. كان هو اللي بيضغط وهو الممتاز. خش بعد كده بعد عبد الله في سيف جعفر. سيف جعفر هو طلع بدري، وده كان غلط من المدرب ان هو ما يطلعش الشلبي، يطلع سيف جعفر. فسيف جعفر على اللعب واديله 5 من 10.
6 يعني هو كان بيضغط كويس قوي. لا وكان سرعات، هو اللي كان جريء، انا كان بياخد سرعات. انا رايح معاه 6، رايح مع عليه 6. سيف الدين الجزيري 0. 1 روح تونس، روح تونس، اقامتك لازم تتقطع 0 طبعا. بعد اذنك تقييم شلبي ليا، خشوا شوفوا اللايف رياكشن لما ضيع شلبي ضربه جزاء كام تيت بس. انت لازم تمشي من النادي، مش ممكن انت لعيب فاشل بارد. حرام عليك، ده راجل عيط يعني. بص اوعى. طب ما انا جبت ده ملعب في الزمالك، العب في الزمالك. طب تسمعني 0. شلبي، تقييم شلبي 0 من 10 لمين؟ لايمن الرمادي. عشان لا العيب مش عليه، صح، انه يدخله يشوط في النهائيه. لا صح. بص، انك تلاعب لعيب عارف انه وحش ولعب 120 دقيقه وماسك لك يا راجل الخلفيه والضمه، وقع 30,000 مره وهو وحش، صح. ودخله ضربه جزاء وبيكحول وهو بيشوط ضربه الجزاء. طب خلاص 0. ناصر منسي اللي نزل 10 من 10، انت رجوله عشان ضربه جزاء، عشان ضيع ضربه جزاء 9. انا شايف لعيب راجل 9 من 10 وبحبه. مين تاني نزل؟ بنتايج 4 2. عمرو بيقول 2. 3 لا يقيم. عمرو يا جماعه واحد ممكن يقارب بنتاج بنونو مني. لا ما هو لقيت ناصر ماهر عمل فرق كبير قوي اول ما نزل. انا شايف 7 من 10 اول ما نزل الشوط الثاني عمل فرق كبير قوي، وهو الصراحه برضو ممكن 7 8 ان هو عمل فرق كبير قوي في الشوط الثاني. 6 من 10. 7 من 10. عواد لا يختبر، والقفله مع كابتن واسطوره نادي الزمالك على رقمه 10 وشاط ال10 وجاب البطوله ال 18 ليه. انا 2 من 10 عشان ضربه الجزاء. كابتن نادي الزمالك التاريخي، ضربه الجزاء. كابتن نادي الزمالك التاريخي. ماشي كابتن بس ايوه اهي اسطوره يا شيكا، اسطوره. عمرو عايز تقول حاجه في الحلقه؟ كهلاوي بالله بذمتك شفت الاثاره؟ شفت اثاره المباراه؟ الفاينل ده ولا فاينل تشامبيونز ليج؟ مش عايز تقول حاجه بالله يا جماعه؟ كيمو حاجه. الزمالك التعليقات تحت الزمالك الفاينل ده ولا فاينل تشامبيونز ليج بتاع باريس وانتر طبعا. خلصان يعني. الزمالك طبعا. شيكابالا قفلها، ده انا هروح هنفتح فيديوهات شيكا بس يا جماعه كده. شيكا بس. الزمالك كاس، الاهلي دوري بيراميدز افريقيا. وبيراميدز افريقيا. وانا اقل واحد صارف، انا اقل واحد صارف. ايه يعني اقل واحد؟ معيش فلوس، تاخد بوينت زياده يعني. كده نقدر نقول فلوس انه الزمالك قفل الموسم بطريقه تخلي الدنيا المفروض الناس تشتغل علشان الموسم اللي جاي ما يتكررش اللي حصل السنه دي. السنه دي حصل حاجات كتيره وحشه جدا في جدا. الإدارة؟ الاول إدارة صفر. اداره زفت قوي 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 في كل المجالات وفي كل الملفات. مفيش دعم واللعيبه برضو يلام عليها حاجات كتير قوي، مفيش رجوله، مفيش حاجات كتير قوي. بس انا عايز اوجه كلمه. اتفضل. زيزو يا امريكا، يلا بقى بالسلامه بقى، يلا هتقعد دك. لا هتقعد دك. بيقول لك ناصر منسي ذكر عشان دخلهم اكسترا تايم عشان يأخروا. كده اخرنا اعلان الاهلي زيزو. فكرتني، عايز اقول حاجه لجمهور الزمالك. اعلان زيزو ينزل بكره ويبقى في مرازيه فيكو في جمهور الزمالك. ما تزعلش، انت بطل الكاس واللي جايبوا لك شيكابالا. بس انت افرح انت برضه هتتفرج على زيزو. انا مالي على كاس العالم للانديه يا عم. الف انا وشفا، محدش يزعل من جمهور الزمالك. فس بامام وسام وبن شرقي مش عارفين يكسبونا بقالهم سنتين. بيزيزو فس، عارف الفس. انا بطل الكاس. سلام، دمتم سالمين.